يلا بينا نعمل مع بعض غدا يوم الخميس. هنعمل بقى كرنبيت كده حلو، أكلة كده محبشة حلوة كده، تحبيشة كده جميلة خفيفة. يعني انت هتاكلها كده وتحس انك واكلة لحمة ضاني كده، هتاكلها من هنا وتنامي من هنا. أولاد أعمل كشري يناموا، أعمل عدس يناموا، أعمل كرنبيت يناموا. مش عارفة ايه حكاية النوم بعد أكل اللي فيه بصل ده، هو ده طبيعي ولا أولادي بس اللي كده؟ يلا بينا نشوف الطريقة. عملنا الكرنبيت الحلو شفتوه في بداية الفيديو ده ازاي. بس أول حاجة بنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا كرنبيتة واحدة بس كده، واهم حاجة تشتريها بتكون اللي هي المكبسة كده ببعضها، اللون بتاعها بيكون ابيض وبتكون كده فريش وحلو. انا هنا الكرنبيتة دي كانت عندي في التلاجة، هرميها؟ لا مش هرميها طبعا، هنعدي بيها يوم الخميس كده وهتكون اجمل اكلة هتاكليها ان شاء الله. اول حاجة بنقطع الكرنبيت بتاعنا او زهرات الكرنبيت على حسب رغبتك تقطعيه. تاني حاجة لازم تقشري الزهر بتاعه كده أو العيدان بتاعة الكرنبيط، علشان الأنسجة اللي فيه تشرب من التتبيلة وتكون طرية كده مع الجلي بتاعنا، والتتبيلة كده تدخل في وسطها وتكون طعمها كده خيال وتكون حلوة زي ما شفتم في بداية الفيديو. خلاص بقى قطعنا التقطيع اللي احنا عايزينها وشلنا القطع اللي مش محتاجينها. زي ما انتم شايفين كده، يعني لو عندك كرنبيطة ودبلانة منك في التلاجة هترميها يعني؟ لا طبعا، نعملها كرنبيت، نعملها مخلل، ما نرميش حاجة ولا نهدر حاجة كده من الموجودة معانا في البيت. بعد بقى ما خلصنا تقشير الكرنبيت لازم يتغسل كويس جدا، لأن في حشرات بتكون موجودة في الزراعة، وعشان التعقيم ولازم قبل ما نعمل أي أكلة كده لازم نغسلها غسيل كويس علشان صحتنا. ونسمي الله كده والمية جارية تحت الحنفية كده، ونغسل بتاع الكرنبيت بتاعنا وحاطينه في المصفى يصفى معانا. نيجي بقى على إن إزاي بنسلق الكرنبيت السلق الصح. أول حاجة بتحطي المية وتسيبيها تغلي، بعد كده بتنزلي بمعلقة الملح ونص معلقة من الكمون، كمون علشان الحموضة. طيب لو انتي عندك تعب في المعدة ونفسك تاكلي كرنبيت من غير أي مشاكل ولا أي تعب، ضيفي ربع كوباية من اللبن، هيمتص أي غازات موجودة معانا في الكرنبيت وهتريح المعدة معاك. وكمان هتضيفيها في الخلطة بتاعتك، كده هتاكلي الكرنبيت من غير ما يكون فيه تعب. طيب نسلق الكرنبيت وقت قد ايه؟ الكرنبيت بنسيبه لمدة 7 8 دقايق بس بعد ما يغلي، يعني ما تكونش المية كده هي بتغلي بس بسيط ونيجي نطلعه، لا، كده بقاله 5 دقايق. هنجيب بقى المصفى بتاعتنا ونحط عليه علشان نخلي كل الكرنبيت كده غطسان في المية، والمصفى مخرمة يعني أي بخار زيادة هيطلع منه ومش هيضر معايا في الغليان. نقلب بقى كويس اللي فوق تحت واللي تحت فوق زي ما وريتكم كده كم مرة، عشان يكون كده كله مستوي في وقت واحد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو وصلت في الفيديو لحد كده معايا يا ريت تحط اللايك والاشتراك لقناة وفاء خالد علشان يوصلك كل جديد. هنا بقى بنلاقي أي زهرة صغيرة، يعني هنا خلاص كان كله استوي، ولكن أنا حبيت أطلع الصغير وهسيب الكبير. يعني هنشيل الحلة خالص من على النار ونسيبها كمان 5 دقايق للتأكيد يكون مستوي، وفي نفس الوقت يكون مظبوط معانا. عشان تعرفي ان هو استوي ولا لا بنمسك العنق بتاع الكرنبيت ونتك عليه. يلا بينا نعمل بقى مع بعض الخلطة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده انا سايباه في الحلة كده على جنب لمدة 5 دقايق. معايا بصلاية كبيرة، ومعايا كمون فلفل اسود وملح، ونضيف كمان نص معلقة كده من الشطة أو البابريكا علشان تخلي الطعم معاك الكرنبيت طعمه كده في حتة تانية. وكمان معايا 3 فصوص من التوم، هنبشرهم بشر كده بالمبشرة أو ندجهم زي ما انت عايزة أو على حسب المتوفر عندك، ولو عندك كبة هيكون أفضل تفرميهم كلك مع بعض. بعد كده بنضيف معايا كوباية دقيق ومعلقتين نشا أو 8 كوباية من النشا، بلاش نكتر عن كده علشان ما يحجرش معانا. بعد كده هنضيف معايا نص معلقة من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا بيخليه خفيف كده وهش، وخلي كل المكونات بتاعتنا كده تكون خفيفة كمان مع الكرنبيت. نقلب بقى المكونات بتاعتنا كده مع الدقيق، بصل الثوم الفلفل الأسود الكمون الكزبرة الشطة الملح،
وكمان اللهم صل على سيدنا النبي، نصف معلقة البيكنج باودر والنشا والدقيق. بعد كده نزلت معايا بعدد 2 بيضة، بيضتين 2 بس وذرة فلفل أسود، ونقلبهم كده مع بعض. وهنضيف كوباية إلا ربع من المية تدريجيا، بلاش ننزل بيهم كده مرة واحدة. يعني كوباية إلا ربع هتكفي معاكي الخلطة بتاعتنا وهتكون مظبوطة معاكي. في دي بيكتسب مية أكتر، في دي بيكتسب مية أقل. نقلب بقى كويس كده بالمعلقة، وبعد كده نمسك مضرب البيض وهو هيتمكن معانا كده، نربهم ربة كويسة. يعني نخلي الدقيق والبيض والنشا كله كده سائل زي عجينة الكيكة أو البانكيك كده. ندوب بقى كل مكوناتنا. خلاص كده ضفت كوباية إلا ربع من المية، يعني هي بقت مادة سايلة ولكن مش الخفيفة أوي، وده القوام اللي احنا عايزينه. بعد كده هنجيب معايا كزبرة على بقدونس ونقطعهم كده بالمقص تقطيع ناعم. يلا سرحانين لي بقى، صلوا على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده خلاص المكونات المادة السايلة تمام. هو في مادة تانية؟ أيوة، هنعمل بقى مكونات كده المادة جافة، وده اللي بتخلي معاك الكرنبيت مقرمش وكأنه كده فراخ كريسبي كده حلو. نجيب بولة بقى معانا كده ونحط فيها معلقة من النشا و4 معالق من الدقيق، وننزل معانا كمان بالتوابل اللي احنا ضفناها في المادة السائلة، اللي هي الملح، فلفل، كمون، بابريكا، كزبرة، وكمان هنحط الشطة طبعا. بابريكا أهم حاجة عشان تخلي نكهة الكرنبيت كده ايه في حتة تانية. المحشي والكرنبيت والمسقعة والبتنجان المقلي دول لازما يكون الأكل بتاعهم كده يكون فيه شطة، فبيخلي طعم الأكل في حتة تانية. حاجة ما بتكون حنطة كده بتكون حلوة خالص. نولع بقى على طاسة كده أو زيت سخن كده، ونعمل ايه، ناخد زهرات الكرنبيت ننزلها الأول في المادة السايلة، ولازم كده نقلبها من فوق لتحت، وناخد من المادة كمان أو الخلطة بتاعتنا كده نحطها فوق الكرنبيت عشان تكون شربها وحلو. نيجي بقى على المادة الجافة بنحطها فيها كده على السريع، يعني ما بنشربهاش كتير، وننفضها كويس كده بما شفتوا المعلقة اللي هي المخرمة دي، أو لو عندك شوكة كده تتمكني منها هتكون حلو. بنحط بقى في الزيت زي ما انتوا شايفين كده زيت غزير، ونسيبها لحد لما تتحمر كده، ما بنقلبوش على طول. بعد كده بنفضل بقى ايه نقلب واحدة واحدة كده ومن الجناب عشان يكون كده ايه اللون كله كده موحد، وزي ما انتوا شايفين سامعين الصوت. ايوه، طبق نضيف. وهنا بقى عملت معاهم شوية خضار كده مشكل، عملت كابوتشو، طماطم، جزر، خيار، وكمان قليت بيض، وطبق مخلل كده الزيتون. وكده حلو قوي الأكل يوم الخميس، أكلة بسيطة وطعم فوق الوصف. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وصفتنا خلصت. لو عجبك الفيديو متنسناش في اللايك. أسيبكم في رعاية الله.